المتهم نصر الشهير بسفاح المعمورة في الإسكندرية تتوالى، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة وصادمة. وتباشر النيابة التحقيق مع المحامي والمتهم 5 متهمين آخرين، 3 سيدات ورجلين، جميعهم تربطهم علاقة عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي. كشفت التحريات عن مقتل الضحية التانية للمتهم تركيا عبد العزيز 63 سنة، من خلال أقوال أفراد أسرتها ومحاميها إن تركيا كانت سيدة شديدة الحرص، وتحمل أوراقها معها دائما، وكذلك بطاقة الفيزا الخاصة بها التي تضع عليها الرقم السري الخاص به. وتبين أن لديها 4 أشقاء، 2 من الرجال، أحدهما كفيف، و2 من النساء، ولم تكن متزوجة وليس لديها أبناء. تعيش في منزل الأسرة بمفردها في منطقة الطابية التابعة لدائرة المنتزه. ورغم بساطة معيشتها، كانت تركيا لديها مبلغ مالي كبير، وهو ما كانت تعلمه المتهمة الثانية من سفاح المعمورة، والتي كانت تقيم معه ومع أولادها وقت القبض عليه. ادعت المتهمة أنها كانت إقامة مؤقتة بعد أن تعرفت عليه عن طريق صديقتها المتهمة الثالثة، التي أرشدت القوى الأمنية إلى مواقع الجثث عند فحص بلاغ النجدة بوجود مشاجرة داخل الشقة. وتبين أن المتهمة المحجوزة حاليا في التحقيقات كانت تقوم بصرف معاش المجني عليه شهريا، والذي يبلغ حوالي 4500 جنيه، وكان المجني عليه تقتسم مع شقيقتها الكفيفة لإعطاء أفراد أسرة المجني عليه انطباعا بأنها لا تزال على قيد الحياة. وادعت أحد المتهمات في التحقيقات أنها شكت في المتهم الأول بعد صرف المعاش لأكثر من 8 أشهر، وأبلغت صديقتها المتهمة واكتشفت أن موقع الجثث وهو منافاه المتهم مؤكد أنها كانت تبتز لعدم الإبلاغ عنه. بظهور اسم المتهمة الثانية من جديد في التحقيقات، تأخذ القضية منعطفا جديد. وخلال التعارف بينهم، روت لها المجني عليه أنها تمتلك شقة بالمنظرة بحري تطل على البحر، مكونة من حجرتين، وتقوم بتأجيرها كل موسم، وأنها كانت وقعت بينها وبين السمسار مشكلة رغبته في شراء الشقة بثمن بخس وقدرها بحوالي 1,000,000 جنيه، وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب ورفعت قضايا ضده. كما تبين أن المجني عليه لديه في البنك ما يقرب من 250,000 جنيه المجني عليها، بعد أن باعت شقة في عام 2019 في منطقة فلمنج، واقتسمت ثمنها مع 2 من أشقائها. وتقدم محامي أسرة المجني عليها بطلب للنيابة لمعرفة مصير هذه الأموال، وإذا كان المتهم قد استولى عليها ببطاقة الفيزا، وكذلك مصير الشقة المنظرة بحري التي رفضت المجني عليها بيعها للسمسار بناء على طلب المتهم، وهي السبب الرئيسي للمشاجرة بينهم، والتي انتهت بقتلها بطعنة نافذة في البطن. وقام المتهم بإرشاد على سلاح الجريمة. تعرفت أسرة المجني عليه على جثتها بعد أن قام المتهم بوضعها مع أشلاء زوجته المجني عليها الأولى في أكياس بلاستيك صفراء اللون، وتمت عملية التعرف على الجثة بفضل عملية جراحية سابقة أجرتها المجني عليها في ساقها اليمنى، تضمنت تركيب شرايح ومسامير بعد أن تعرضت للكسر. وكشفت التحريات أن نتيجة البحث لأسرة المجني عليه المستمر عنها في المحامي الذين لا يعرفون اسمه وصديقاته التي اختفت فجأة، وكان المتهم أو شركائه ينتقلون بالهاتف من مكان لآخر، خاصة بالقرب من كشك المجني عليه، ويفتحون الهاتف الخاص به لتلقي المكالمات دون الرد، مما يجعل الجميع يعتقدون أنها لا تزال على قيد الحياة. ورغم تعرف أسرة المجني عليه على الجثة بعد إن قام المتهم بتجريدها من ملابسها ووضعها مع أشلاء زوجته الأولى في أكياس بلاستيك صفراء، استمرت النيابة في أخذ عينات من أفراد الأسرة لإجراء تحليل DNA لمزيد من التأكد من شخصية المجني عليه. وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد. ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيا وموكلته مهندس آخر، وإخفاء جثتهم بدفنهم في أرضية الشقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة والعصفرة شرقي